السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنراجع مع بعض مراجعة ما سبق دراسته من القواعد النحوية من كتاب سلاح التلميذ من صفحة 8 لصفحة 16، وهنستكمل إن شاء الله الباقي في فيديوهات قادمة. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات، وكمان مراجعات ليلة الامتحان ومراجعات الدروس ومراجعات الشهرية والتقييمات الأسبوعية. يعني إن شاء الله هتستفادوا معانا كتير جدا في القناة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا بيقول لك بيراجع لك على أقسام الكلام. احنا طبعا عارفين الاسم ان الكلمة بتتكون من اسم وفعل وحرف، واحنا اخدنا ودرسنا الحاجات دي. طب تعال نشوف مع بعض. بيقول لك اكمل كل جمله بكلمه من النوع الموضح امامها. بيقول لك حط هنا اسم انسان، هتقول له تاكل اسماء السمك. طيب فعل ماضي هتقول له حصد الفلاح الثمار. طيب حط لي حرف جر في الجمله دي، هقول له الكتاب على المنضده. حط لي حرف عطف، هتقول له وصل القطار ثم ركبته. طيب هنا بيقول لك اقرأ الجمل واكمل الجدول كالمثال، استخرج لي الاسم وبيدل على ايه وعلامته. طيب هنا يا بطل احنا طبعا عارفين ان الاسم هو مدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد، وعلاماته اللي هو بيقبل الالف واللام والتنوين والتاء المربوطه والجر والنداء. طيب هنا في حل لك اول واحده. تاني واحده بيقول لك اشترى الاب تفاحا من البائع. انا عندي تفاحا هنا دي الاسم ودي بتدل على نبات وطبعا فيها تنوين. اشتريت الكتاب من معرض الكتب. انا عندي هنا كلمه معرض وده طبعا بيدل على مكان ومسبوق بحرف جر. قرأت قصة ممتعة عن الفضاء، تقول ممتعة ودي صفة، والتاء المربوطة والتنوين ده اللي بيدل على انها اسم. اركب سيارة ابي لاذهب الى المدرسة. انا عندي سيارة دي الاسم وعلامتها التاء المربوطة. الاسد من الحيوانات المفترسة، هتقول له الاسد وده بيدل على اسم حيوان وكمان بيقبل دخول الالف واللام. احنا صفحة 8 صفحة 9 يا بطل. بيقول لك هنا على اسماء الاشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. هذا للمفرد المذكر، هذه مفرد مؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث. طب انا عندي هؤلاء دي للجمع. طيب هاتان جارتان، هاتان مثنى مؤنث. هذا رجل شجاع، هذه ثمار ناضجة. هذان كتابان مثنى مذكر اهو. هؤلاء اطفال، هؤلاء للجمع بنوعين. هؤلاء فتيات، هذه عاملة، هذا ثوب. طيب اختر كل جملة اسم مناسب. طيب هنا هقول له ذلك بحر واسع، تلك شجرة بعيدة، تلك الصديقة مهاجرة. هقول له ذلك الحلم أتمنى تحقيقه. هقول له هنا أولئك المهندسون مخلصون. دي صفحة 9. طيب صفحة 10 عندي فيه هنا تدريب رقم ب، بيقول لك صوب الضمير. طيب هما يريد أن يكون مهندس. طبعا احنا عارفين الضمائر اللي هي ضمائر الغائب وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب. أنا عندي ضمائر المتكلم أنا ونحن، وضمائر المخاطب اللي هو إيه أنت وأنتِ. لما بخاطب حد وبكلمه بيبقى قدامي، هقول له أنت عملت كذا، أنت عملت كذا، يبقى أنت وأنتِ وأنتما وأنتم وأنتن. طب ضمائر الغائب حد مش موجود جنبي، هقول له هو كان بيلعب معانا، هو ذهب إلى المدرسة. حد غايب ومش موجود معنا عشان كده سموها ضمائر غائب اللي هي ايه هو وهي وهما وهم وهن. طيب هما يريد، ينفع اقول هما يريد ولا هو يريد. طيب انتما باحثات، هقول له انتن لجمع الاناث. نحن تدربت، هقول له انا تدربت. طيب انتي ممرضتان، هقول له لا انتما ممرضتان. طب اكمل باسم موصول، هتقول له الشجره التي امام بيتي مثمره. القصتان اللتان قراتهما ممتعتان. اشتريت القلم الذي أعجبني، يبقى حطيت هنا اسم موصول. الممرضات اللاتي في المستشفى أو اللائي. طيب الأطفال الذين يطيعون آبائهم محبوبون. المهندسان اللذان مثنى مذكر. طيب أنا عندي هنا بيقول لك كمل كالمثال مفرد مثنى وجمع. هقول له المديرة ناجحة لأن المثنى منها المديرتان، إذا المثنى هنا مثنى مؤنث يبقى هنا المفرد مفرد مؤنث. المديرة ناجحة، المديرتان ناجحتان دي مثنى، المديرات ناجحات دي جمع مؤنث سالم. المؤمن صابر، المؤمنان صابران، المؤمنون صابرون دي جمع مذكر سالم اخرها واو ونون. طيب الحارس امين، الحارسان امينان، الحراس امناء. طيب هنا بيقول لك اكمل جمل العمود الاول بظرف زمان وظرف مكان. احنا عارفين ظرف الزمان اللي هو ايه ساعه ونهارا وصيفا والان واي حاجه بتدل على الوقت. طب ظرف المكان هتقول له ايه امام، خلف، قبل، بعد، عند، وسط، بين كده. انتظرت صديقي ساعة أعود من المدرسة، ايه هتقول له ايه مساء مثلا. هنا هقول له مساء أو ظهرا. وضعت الكتاب هقول له داخل الحقيبة. طيب ارتفعت الطائرة فوق السحاب. أنا عندي داخل وعندي فوق دي ظرف مكان، انما ساعة ومساء دي ظرف زمان. يلا يا بطل بيقول لك هنا اكمل بأداة الاستفهام، ادوات الاستفهام الثمانية اللي هي ايه ما او ماذا. انا معلماهم ب4 ميم. ما او ماذا، متى ومن، كم وكيف، هل واين.
يلا يا بطل. وانا عندي 2 بحرف الكاف اللي هم ايه؟ كام وكيف. طيب اكمل الجمل الاتيه باداه استفهام. تقول له اين تتدرب؟ قال لك في النادي. كم يوما في الاسبوع؟ 7 ايام. هل صليت الظهر؟ يقول له نعم. لماذا تذهب إلى المدرسة؟ قال له لأتعلم. أكمل الجمل الآتية بما ينقصها. هتقول له يا سامح. ها يا مصر ما أعظم تاريخك يا مصر. يبقى أنا حطيت هنا حطيت هنا يا شباب منادى. طيب يا أبنائي يبقى أنا حطيت هنا أسلوب نداء. طيب يا مريم. ها كده صفحة 12. طب تعالى كده نشوف صفحة 13. أسلوب التعجب. هتقول له ما أذكى الأطفال، ما أطول الزرافة، ما أحن الأم. طبعا احنا عارفين ان أسلوب التعجب بيبدأ بإيه؟ بماء التعجبية، وعندك فعل التعجب والمتعجب منه وعلامة التعجب اللي بتكون في الآخر هنا. طيب ما أمهر هتقول له اللاعب، وهنحط برضو علامة تعجب. ما أطول الزرافة، يبقى أنا حطيت هنا فعل التعجب. طيب هنا بيقول لك انصح زميلك مرة وزميلتك مرة باستخدام أسلوب النهي. إزعاج الآخرين، لو أنا بكلم زميلك بقى هتقول له لا تزعج الآخرين. لو بكلم زميلتك بنت بقى مؤنثة هقول لها لا تزعجي، هزود لها الياء، لا تزعجي الآخرين. طب التكلم فيما لا يفيد هتقول له لا تتكلم فيما لا يفيد. والبنت هقول لها لا تتكلمي فيما لا يفيد. طيب هنا بيقول لك أكمل كل جملة بأداة نفي مناسبة. لم ولن. طيب هنقول له هنا لم تمطر السماء أمس، لم نسافر بالطائرة، لن آكل من الباعة الجائلين، لم يكمل سيف واجباته. دي صفحة 13. صفحة 14. صفحة 14 بيقول لك هنا حط لي فعل مضارع وفعل ماضي ويكون مناسبين. هقول له هنا عادت أمي إلى المنزل منذ قليل، ده فعل ماضي. سلمى لن تسهر مساء، ده فعل مضارع. اشترى أبي سيارة جديدة أمس، ده فعل ماضي. كتب عمر واجباته قبل ساعة، ده فعل ماضي. نحن نقول الصدق دائما، ده فعل مضارع. طيب بيقولك انصح زميلك وزميلتك. هتقول له هنا مساعدة الوالدين، هتقول له ساعد والديك. البنت هقول لها ساعدي والديك. هنا هتقول له بالنسبة للبنت في خفض الصوت هتقول لها اخفضي صوتك. بالنسبة للولد في تناول الطعام الصحي هتقول له تناول الطعام الصحي. دي صفحة 14. طب صفحة 15 عندنا طبعا المبتدأ والخبر. المبتدأ أول كلمة في الجملة بيكون طبعا في ألف ولام. هنا بيقول لك الأزهار، هو حل لك أول واحدة. الأزهار مبتدأ ومتفتحة خبر. الأختان مبتدأ ومتشابهتان خبر. مبتدأ مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى، ودي خبر مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. الأطباء مشاركون في المؤتمر. أنا عندي الأطباء مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، وعندك هنا طبعا مشاركون دي خبر مرفوع على رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. العاملات المصريات ماهرات. العاملات مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم أهو. طيب ماهرات هتقول له خبر مرفوع على رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. حلينا صفحة 15. صفحة 16 يا بطل بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك علامات رفع الفاعل. تعالى هنا مع بعض كده. الجمل هنا بيقول لك استخرج لي منها الفاعل وعلامة الرفع والسبب. طبعا احنا عارفين ان الفاعل دايما بيجي في الجملة الفعلية، ما بيجيش في الجملة الاسمية، والجملة الفعلية بتبتدي ايه؟ بفعل. طيب هنا تأكل القرود الموز. انا عندي تأكل فعل مضارع، والقرود فاعل مرفوع على رفعه الضمة، والموز مفعولا به منصوب على نصب الفتح. هاجم الذئب الاغنم. هاجم فعل ماض، والذئب فاعل مرفوع على رفعه الضمة اهي هتكتبها. هتقول له هنا الذئب وعلامة الرفع الضمة لانه مفرد. طيب يضيء المصباحان الغرفة. يضيء فعل مضارع، والمصباحان فاعل مرفوع على رفعه الالف لانه مثنى. يصنع النجارون الاساس. انا عندي النجارون هنا فاعل مرفوع على رفعه الواو اخرها واو ونون، يبقى جمع مذكر سالم اهي لانه جمع النجارون جمع مذكر سالم. دي جمع مذكر سالم. طيب شربت الحيوانات من النهر. انا عندي الحيوانات دي شربت فعل ايه؟ شربت هنا فعل ماضي، والحيوانات فاعل مرفوع على رفعه الضمه لانه جمع مؤنث سالم. طيب اكتشف الخطأ في كل جمله وصوبه. لون لوحتك يا هبه هتقول لها لوني. طيب استعد اللاعب للمسابقه هتقول له اللاعب لانها فاعل مرفوع على رفعه الضمه. كده يا بطل نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو يا حبايبي. حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات ان شاء الله. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ذاكروا كويس يا حبايبي. مع السلامة.